محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. القادمين إلينا من عمام وخوال، حياكم الله، كل حسب جميل اسمه وكبير عنوانه. لا تزال عشائرنا بخير ما دامت متمسكة بأهداب دينه وحريصة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ومتمسكة بما لدينا من أعراف وتقاليد عشائرية جبلنا عليها وورثناها من الآباء والأجداد. ولقد جاء القرآن الكريم بالتشريعات الضابطة لسلوك المسلم في حياته والحاكمة لعلاقاته بغيره، وذلك صونا لكل من الأفراد والأسر والمجتمعات، لأننا مجتمع عشائري الإسلام. كما نقول: لقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. عموما مثل هكذا اعتداءات مثل تلك التي جالسون نحن من أجلها وغيرها تحدث كثيرا بفعل ما نمر به من أحداث وأزمات وظروف مؤلمة يمر بها بلدنا العزيز. وبالتأكيد هذه الأحداث تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة بصورة مستمرة، وهذا بالتأكيد يدعونا إلى وقفة نحن كعشائر لتصحيح المسار وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخر وعدم احترامه. لذلك من واجبنا وضع الحلول الرادعة واستيفاء الحقوق الواجبة حتى تكونوا موعظة وعبرة لأبنائنا، وحتى لا يأمنوا العقاب فيسيئوا الأدب، انطلاقا من قول سيد البلغاء والمتكلمين إمام المتقين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: من أمن العقاب أساء الأدب. لذلك نقول إن من أخلاق الإسلام وصنائع المعروف الصلح بين الناس وقطع كل أسباب الضغائن والفتن، فإنها من الأمور المقربة لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول: حي الله عمامنا البحيدر باختلاف عناوينهم ومسمياتهم، وحي الله المنقولين أعمدة القوم مثابات المجتمع رايات الإصلاح مفاتيح الخير مغاليق الشر، وحي الله السادة النسل المبارك والأسوة الحسنة. وإن شاء الله هذه الجلسة جلسة الرحمن مبروكة بحضور الجميع، يتم فيها بذل الحقوق ووضع الحق في نصابه بما يرضي الله سبحانه وتعالى قبل رضا الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.